من رواية غش الخفاش. فتح أنور الباب الذي أصدر صوتا جعل هانم تلتفت له رغم عدم رؤيته. مين اللي برا؟ أنا. انت مين؟ انت أنور. أنور، والنعمة أنور، عرفتك من حسك. أنا أنور. همت هانم بمنتهى السرعة لتجري وتتخبط بكل شيء حولها متجهة نحو الباب، ولم يتحرك أنور، لم يتحرك ولم يستطع أن يتحرك، فهو ينظر لهذه المرأة التي كانت مثال للجمال، ينظر لتفاصيل وجهها التي تداخلت، لعينيها التي لا يظهر منها إلا بعض شعر الحاجب، والرموش المتداخلة مع الجلد المنصهر الذي أغلق عينيها بالكامل وشوه شكل أنفها التي كانت تتكبر على الجميع. أصبحت الآن مسخ من ملامح منصهرة متداخلة لا يظهر منها إلا أن نهاية الظلم دائما مؤلمة. أنور ابني، تعال يا أنور، والنبي قرب أحسس على وشك، تعال في حضني يا ابني والنبي. أنا هو يا أم هانم. أم هانم، كنت فاكرة أنهم هيدفنوني من غير ما ودني تسمعها تاني. قرب يا أنور، خش في حضني يا ابني، سايقة عليك النبي. أنا في حضنك أهو يا هانم. كبرت يا أنور وبقيت راجل، وشك فيه دقن وشنب. فاكر يا أنور؟ فاكر لما كنت تجيب موس الحلاقة بتاع خالك عشان تحلق بيها عشان يطلع لك دقن؟ فاكر. وفاكر أمك هانم يا أنور؟ فاكر. انت ساكت ليه يا ابني؟ حبيبك النبي لا تسمعني صوتك. أنا جيت أهو. عاوزة مني إيه؟ عاوزة إيه؟ عاوزة جاري في حضني هنا. شايف اللي حصل لي يا أنور؟ شايف، بس أنا مش هرجع تاني هنا، مش هرجع، وأنا مش عارف أنا مين. ولا أنت فاكراني نسيت؟ ولا فاكرة إنك تصعبي عليا من اللي حصل لك؟ يعني مش صعبانة عليك يا أنور؟ لا، مش صعبانة عليا. تصعبي عليا ليه؟ وانا كنت متأكد ان ربنا هينتقم منك في يوم من الايام. ده انا كنت مستني اليوم ده يجي. شمتان فيا يا انور؟ فرحان في امك انها اتحرقت واتعمت؟ لا شمتان ولا فرحان، بس ده اقل عقاب ممكن ربنا يحطهولك في الدنيا. استني بقى عقاب الاخرة. انا عارفة اني ظلمتك وجيت عليك، بس وحياة ربنا ده يا ابني عشان خاطرك، عشان ما انتحرش وحياتك ما تضيعش زينا. لسه قدامك فرصة، يمكن ربنا يعفو عنك. قوليلي اللي مخبيه عليا. اللي جوايا أنا هموت بيه يا أنور. أنور متجهما عليها من رقبتها. انت ايه؟ مش بني آدمة؟ ربنا هيعمل فيك ايه اكتر من كده عشان تتعظي؟ يا ولية انت خلاص هتموتي، اعملي حاجة واحدة عدلة قبل ما تموتي، يمكن ربنا يغفر لك. اعملي حاجة واحدة بس تتعشمي في سماح ربنا بيها. هانم بصوت مخنوق. موتني يا أنور، برتاح، بريحني.